أقوى محفز لإنتاج البيض ومطهر معوي من الأعشاب، بأقل تكاليف خالص، مش هيكلفك حاجة، وما شاء الله نتيجة هايلة جدا جدا جدا. عشان نحافظ على صحة الفراخ بتاعتنا ونحافظ على الإنتاج بتاعها، لازم نعمل الوصفة الجميلة اللي هقولكوا عليها النهاردة. ناس كتيرة قوي كانوا قالوا لي ان الفراخ بعد ما باضت وبشرت بالبيض رجعت قطعت بيض تاني، فعملنا فيديو مخصوص وقلت لكم فيه على حاجات كتيرة قوي ممكن نحطها للفراخ، وما شاء الله اي حاجة منهم واحدة بس هتمشي عليها هترجع لك الفراخ تبيض كويس جدا جدا. وحتى جبتهم بالتدريج من الاقل للاعلى، سواء في السعر او في النتيجة كمان يعني. برضو الغالي تمنه فيه، يعني الحاجات الغالية بتجيب نتيجة اعلى. طيب انا ممكن ما استخدمش الحاجات دي برضو واعمل وصفات بسيطة خالص تخلي الفراخ تبيض، ولكن الحاجات دي بتخلي الفراخ تبيض بسرعة. يعني الوصفة اللي بالأعشاب محتاج ان انت تداومي عليها وتكون بتعمليها ليهم من عمر شهر ومشي عليها بانتظام علشان تجيب معاكي نتيجة. لكن في الغالب كلنا بنبقى مشغولين وعندنا حاجات كتيرة بتشغلنا في الحياة، مش هنفضل طول عمرنا عايشين يعني عشان نحط الحاجات دي للفراخ، فبنختار ان احنا نجيب الحاجات التانية دي. لكن لو انتي محتاجة ان انتي تخلي فراخك تبيض وتحافظي على انتاج البيض بتاعها، هتعملي الوصفة الهايلة الجميلة اللي انا هقولك عليها دلوقتي. اولا محفز قوي جدا جدا لانتاج البيض، ومنشط جدا للمبيض لانتاج البيض، وكمان مطهر معوي قوي جدا ومضاد حيوي قوي جدا. لان من الاسباب اللي بتخلي الفراخ انها ما تبيضش برضو الفطريات والبكتيريا والديدان والطفيليات، والحاجات دي بتأثر لما بتزيد على الفراخ، بتأثر على صحة الفرخ. كل الفرخة ما كانت صحتها حلوة، مناعتها قوية، بتاكل كويس، كل ما ادتك انتاج عالي جدا جدا. ومش معنى انها تكون بتاكل كويس انها تاكل علف. الناس اللي مفكرة انه العلف البياض هو اللي هيخلي الفراخ تبيض، فالكلام ده مش صحيح ابدا. لانه الحمد لله انا بقالي اكتر من سنة منعت العلف البياض خالص، وبعمل بدايل للعلف البياض او اكل يعني. لو انت عايزة الرابط اكتبيلي في التعليقات وانا هحطلك الرابط بتاعه لو بتشوفينا لاول مرة ومتعرفيهوش. اما الاكل كل ما كان الاكل متنوع، وصفات بتعملي وصفات وحاجات زي اللي هنقول عليها النهاردة دي للفراخ، هتلاقي الفراخ بتاعتك جميلة وصحتها حلوة، وشها احمر وعرفها احمر وريشها بيلمع. وصفة النهاردة سهلة وبسيطة جدا جدا ومتوفرة عندك، وهقولك على طريقة اقتصادية ليها برضو لو مش عايزة تعمليها يعني بطريقة اللي هقولك عليها دي. عبارة عن ايه عشان ما اطولش عليكم؟ هنجيب معلقة من الفلفل الاسود، فلفل اسود، وخمس فصوص توم، ونفرمهم في الكبة او ندقهم مع الفلفل الاسود. الكلام ده كله هتقلبيه على اي اكل تعمليه للفراخ. طبعا انا بحط لهم لحد دلوقتي اكل بيتي او وصفات التسمين او اي اكل، بس بحط عليه ردة علشان خاطر ما تربيش الفراخ عندي دهون. او ممكن حتى شوية ردة وهتبليهم كده بشوية مية، تحطي عليهم المعلقة اللي احنا قلنا عليها دي. التوم مع الفلفل الاسود رهيب جدا جدا في تحفيز انتاج البيض عند الفراخ. بنقدمها الصبح كده للفراخ على الاكل لمدة 3 ايام كل اسبوع، يومين او 3 ايام كل اسبوع، وهتلاقي نتيجة هايلة جدا جدا من الفراخ بتاعتك. وما شاء الله عنقود البيض بتاعها هيبقى يعني زي عنقود العنب كده. لان الفلفل الاسود من الحاجات الهايلة جدا جدا لتحفيز انتاج البيض، حتى الفراخ لو قطع بيض هترجع تبيض تاني. والثوم بيقضي على كل الميكروبات والفيروسات والمشاكل اللي ممكن تخلي الفرخة تقطع بيض او تقل في انتاج البيض. لو الوصفة دي مكلفة بالنسبة لك ممكن تستبدليها بان انت تحطي الثوم على الاكل عادي، تقطعي او تجيبي 3 فصوص توم كده 4 فصوص وتقطعيهم اليوم على الاكل، ومعلقة الفلفل الاسود دي تغليها في لتر مية وتقدمي لهم كل يوم، تاخدي منها اللتر ده تقسميه على 3 ايام، تحطيه على مية الشرب كل يوم كوباية كوباية على لتر مية، هتلاقي الفراخ بتاعتك ما شاء الله لا قوة الا بالله
وهتدعي لي على الوصفة دي، جميلة جدا جدا جدا، وهتغنيكي عن حاجات كتيرة قوي ممكن تعمليها للفراخ.